اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة عظمة عظمة عظمة. هنعمل مع بعض الكفتة المشوية في الفرن بتكات وأسرار. لا تقولي حياتي ولا جزار. بصوا زي ماسكة نفسها، وازاي لونها ذهبي وجميل. وعشان تكمل غدوتنا عملنا مع بعض شوية رز بسمتي، كانوا في منتهى الجمال، ولونهم كان في منتهى الروعة. يعني كان فاخر من الآخر. يلا نسمي الله ونشوف مقاديرنا. أول حاجة عندي لحمة مفرومة، وفي جزء منها كمان من لحمة الدوش، يعني لحمة فيها نسبة من الدسم كبيرة شوية. وعندي هنا بصل، وعندي طماطم، وعندي قرن فلفل، وكمان بقدونس أنا فرماه ناعم. وبصي معايا بقى على التوابل يا ست الكل. عندي فلفل اسمر، والملح والبابريكا، بهارات، وبصل بودر والثوم بودر، وعندي رشة من جوز الطيب. واستخدمت كمان خلطة الكفتة. الكيس انا شارياه من بره جاهز. الكيس ده انا اشتريته من السوبر ماركت ب7 جنيه. بس كده هي دي المقادير بتاعتنا. يلا نسمي الله. وهنجيب الكبة بتاعتنا الجميلة، هضرب فيها كل كمية البصل اللي معايا دلوقتي. انا البصل والطماطم والفلفل محتاجة اضربهم ضرب ناعم جدا، وهحتاج منهم هاخد المية، وكمان هاخد التفل. هحتاج الاتنين. هضربه، اهم حاجة زي ما قلتلك في الضرب بتاع الخضار ده، البصل والطماطم والفلفل يكون الضرب ناعم. هنفرمهم فرم ناعم. بصوا، احسن حتة تاخدي منها كفتة في قطعية اللحمة هي الرقبة. لما تيجي تروحي للجزار عشان تشتري لحمة مفرومة، قولي له انا عايزة لحمة من الرقبة، لان انا هعملها كفتة تبقى انعم قطعية. بس كده حطيت الطماطم والفلفل كمان. وعايزة اقول لكم ان انا هضربه ضربا مبرحا. ضربا مبرحا يعني ضرب ناعم جدا، لان انا محتاجة انزل منه المية كلها. كده زي الفل. هشيل الجمال ده كله بقى وهصفيه بالمصفى بتاعتي. بس كده. بس هحط عليه رشة من الملح عشان اتأكد ان هو نزل كل المية بتاعته. وهبدأ بالمعلقة كده واضغط عليه. بصوا هيبدأ ينزل اهو. عشان اتأكد بقى ان هو نزل المية بإيدي، يلا بقى بينا واعصر كل الخضار الجميل ده. بس كده نزلت كل المية منه. المية دي انا هحتاجها، بس هركنها دلوقتي على جنب. هاجي بقى التفل اللي انا طلعته ده، وهضيفه على اللحم. بصوا، يلا بينا. هنحط بقى كل التفل ده على اللحمة، وهنزل كمان بالتوابل بتاعتي زي ما قلت لكم، البابريكا والبصل البودر والثوم البودر. بالظبط كده. وهحط كمان البقدونس. ايوه. وهحط الكيس اللي انا جبته من خلطة الكفتة. انا حطيت الكيس كله، لان انا كمان حاطه بهارات. هو الكيس ده نص كيلو من اللحم. وهحط رشة جوز الطيب، انا مش هنساها. هي يا دوب رشة صغيرة جدا، يعني حاجة بسيطة، ممكن ربع معلقة كده صغيرة. بس كده، شكرا. كده انا حطيت التوابل بتاعتي. في ناس بتحط بيكنج باودر وممكن ما تحطيش، يعني على حسب ما انت عاوزة. مش حاجة أساسية، يعني هي الفكرة ان البيكنج باودر مش بيخلي العجينة مكتومة. اهم حاجة بقى في الكفتة هي العجن كويس جدا. لازم تعجني يا ست الكل كويس جدا، بحيث تدخلي كل المكونات وكل البهارات اللي احنا حطيناها جوه اللحمة. بصوا انا بعد 10 دقايق تقريبا من العجن، بصوا دخلت كل المكونات في بعض. بصوا حتى لونها اتغير ازاي. بصوا كل المكونات امتزجت مع بعض. بصوا بقت ماسكة نفسها حاجة واحدة. حاجة كده في منتهى الجمال. كده انا خلصت. هسيبها بقى تستريح شوية، وهروح لمية البصل ومية الطماطم اللي انا طلعتها. احط عليهم شوية ملح،
وهحط كمان شوية من الفلفل الأسمر. يلا يا رنوشة، شوية فلفل أسمر، وكمان هحط عليهم قد معلقتين من الزيت، مش كتير، بس كده. هقلب كل ده مع بعضه، وده انا مش هستخدمه في حاجة دلوقتي، انا هستخدمه وانا بصبع الكفتة بعدين. الزيت بيدي لمعة حلوة جدا للكفتة. بس كده كده انا خلصت. هدخل بقى اللحمة دي تستريح في التلاجة شوية، عقبال ما انا هجيب صينية واحط فيها مية، واحط فيها عوادي الشيش طاووق اللي انا هستخدمها عشان اصبع فيها الكفتة. هنا بقى مقادير الرز البسمتي بتاعي. طبعا عندي البصل، وعندي قرن فلفل، وعندي جزر مبشور، وعندي هنا البهارات بتاعتي بقى، خدي بالك، ورق لورا، وفي عندي واحدة لومي، وفي مرقة دجاج، وفي بهارات، وفي عندي كام عود من عيدان القرفة، وفي عندي كركم، وعندي معلقة صغيرة من الكاري. بس كده. وعندي طبعا خدت معلقة من خلطة الكبسة، ودي برضو كيسة انا مشتريها من السوبر ماركت، بس ادت للرز بصراحة طعم في منتهى الجمال. بس وعندي طبعا الرز البسمتي انا نقعاه تقريبا نص ساعة، وعندي طماطم مبشورة. بس هي دي مقادير الرز البسمتي بتاعنا. شوية زيت بقى في حلة بتاعتنا على النار، وهسيبهم يسخنوا كويس جدا، وبعد كده هنزل بالبصل اول حاجة، واديله تشويحة كده، واحط له شوية ملح وشوية فلفل. بس هنزل بقى بقية التوابل بتاعتي، شوية ملح او شوية فلفل، وهديله تشويحة الاول. تمام. يدبل بس شوية كده، وهنزل على طول بالجزر المبشور. تمام التمام. يديله تقليبة برضو. هنا هحط قرن الفلفل زي ما هو، انا مش هقطعه ولا اي حاجة، لان انا محتاجة بس اخد ريحة الفلفل من غير ما يخليلي الرز حراق. زي الفل. تقلبتين، واتأكد بس ان كل المكونات دخلت في بعض، والبصل بدأ ان هو يدبل. هحط بقى التوابل بتاعتي، كل التوابل بتاعتي، مرقة الدجاج، والورق اللوري واللومي، كل المكونات والبهارات اللي احنا قلنا عليها. بس هديله تقليبة، ويا دوب اشم ريحة البهارات كده طلعت، هنزل على طول بالطماطم المبشورة. هديها تقليبة كده، وهوطي النار واسيبها تتسبك كده مع نفسها شوية، وهرجع لكم تاني. بصوا كده اتسبكت وبقت تمام التمام. هنزل بقى بالمية بتاعتي. انا هنا عاملة تقريبا كوباية ونص من الرز البسمتي. حطيت 3 كوبايات مية، لان كل كوباية رز بسمتي بتاخد كوبايتين مية. بس بعد ما المية تغلي انا هنزل بالرز بتاعي اللي انا اصلا معايرة المية بتاعته. بس كده تمام التمام. اديله تقليبة بس، وغطي عليه واسيبه شوية. اسيبه بقى يتشرب كويس جدا كده. اول ما بدأ يتشرب من المية، انا هغطي عليه واسيبه بقى واوطي عليه النار واسيبه بقى يستوي براحته خالص. هنا بقى هحضر الصينية اللي انا هدخلها الفرن، وحطيت الشبكة السلك اهو عشان احط عليها العيدان بتاعة الشيش طاووق بعد ما اخلص. هاخد بقى شوية من العيدان كده مع بعض، وهبدأ ان انا اصبع الكفتة على العيدان دي، وهنلاحظ ان الكفتة لا فكت مني ولا وقعت وانا بصبعها. وطول الوقت انا ببل ايدي بمية البصل ومية الطماطم اللي انا عملتها وركناها جنبي. بصوا الكفتة كانت في منتهى الجمال، ثابتة جدا، وما وقعتش خالص من على العواد بتاعة الشيش. اه نسيت اقول لكم ان الكفتة ما ينفعش ان احنا نحط لها ليا. في ناس بتحط لها ليا، بس الليا بتخليها تقع من على السيخ اللي احنا حاطينه، لان الليا بتسيح في النار. لكن اللحمة بتاعت الدوش اللي انا قلتلكوا عليها دي مش بتسيح، دي بتدي تطعيمة مسكرة للحمة، بس مش بتسيح وبتوقع الكفتة.
بصوا ماسكة نفسها ازاي، حاجة كانت في منتهى الجمال وما غلبتنيش خالص. وطول الوقت زي ما قلت لكم انا ببل ايدي بمية البصل اللي انا راكناها جنبي بصباعينك الاتنين كده، وتبدأي ان انت ايه، شايفة الصباعين بس هما اللي شغالين. ببدأ ان انا ادكك كل الكفتة دي في العود بتاع الشيش تاوك، بس زي الفل. عملت كل الكمية كده، هخلص كل الكمية وارجع لكم. بس انا هنا بقى جيت وقلت لكم على حاجة، ده اخر يعني اخر صباع كفتة انا عملته. بس هقول لكم بقى على حاجة، افرض ان انا ما عنديش بقى الشيش تاوك ده، العيدان بتاعت الشيش تاوك دي، هعمل ايه؟ الجيش قالك اتصرف بالمعلقة. بصوا، وهاخد كده حتة من الكفتة وهبدأ ان انا اصبع على المعلقة، مفيش اي مشكلة، مفيش حاجة هتقف قصادنا. بصوا طلعتها في منتهى البساطة اهي. اخد حتة كمان وهصبعها على المعلقة كده، ودايما ايدي موجودة في مية البصل اللي مركون عندي. بس وادي التانية، اخر واحدة، يلا يا ست الكل. بس كده، ولا حاجة هتفرق معانا ولا حاجة هتوقفنا. بس كده انا خلصت كل الكفتة بتاعتي. هجيب بقى الصينية وهحط من تحت كده ورق من الألمونيوم عشان احافظ على الصينية بتاعتي ما تتبهدلش بقى بكل الحاجات والسوائل والدهون اللي هتقع من الكفتة. كده انا محافظة على الصينية بتاعتي، وهبدأ ان انا ادخلها الفرن كده زي الفل. اديها كده بالفرشة بمية البصل كده تلميعة. بس كده، يلا على الفرن على طول. دخلتها الفرن، طبعا درجة الفرن بتكون عالية. وهنا بقى خلاص كان الرز البسمتي خلاص استوى. انا شلت من عليه الغطا. بصوا حاجة كانت في منتهى الجمال ومستوي وفي لمعة جميلة جدا، لان انا في الرز البسمتي دايما بستخدم الزيت. الزيت بيديله اللمعة اللي انتوا شايفينها الجميلة دي، وكان لونه حاجة عظمة عظمة عظمة. هرجع ابص على الكفتة بقى في الفرن. بصوا كده شكلها في الفرن، اللون بدأ بتاعها يبقى ذهبي. وخلاص كانت دقيقتين وخلصت. التكاية المهمة اللي هتديني بقى ريحة وطعم بتاعت الحاتي هي الفحمة. هجيب فحمة وهولعها وهطفيها شوية بالزيت، وهسيبها بقى اغطي الكفتة عليها واسيبها بقى تطلع كل الريحة بتاعت الفحم على الكفتة، وهتاكلي كفتة في منتهى الطعام. وهي دي كانت اكلتنا النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في